السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم في حلقة جديدة ومعكم ميدو جابر. كل عام وانتم بخير يا جماعة. خلاص فاضل أيام بسيطة جدا على شهر رمضان، عشان كده إن شاء الله هنبدأ في سلسلة تمارين بوش بول ليج. اللي ما يعرفش، هي تمارين البوش هنشغل 3 عضلات أساسية، وهي عضلة الصدر وعضلة الكتف وعضلة التراي. أما البول هنشغل الباك الظهر ومعاه الكتف الخلفي ومعاه الباي وطبعا يوم الرجل. التمرينة دي كويسة جدا لو أنت حد مش قادر تتمرن ال5 عضلات أو 5 أيام في يوم او في ايام رمضان. عشان كده هنضغط نفسنا وهنتمرن 3 ايام بس في الاسبوع، 3 ايام نكون مرنا بيهم كل عضلات جسمنا. هنبدا النهارده تمرينه البوش، يلا بينا. اول حاجه هبدا تمرين بنش بريس العادي بالبار. هروح على البار بالشكل ده كده وابدا اعمل التمرين دوت 3 سبعات، 7 اطلع بيها نص عدايه زي ما انتم شايفين كده، نص عده اعدي 7 عدات بالشكل اللي انت شايفه ده كده. اهم حاجه يكون كوع جوه عشان خاطر الامان. وبعد كده هعيد 7 تاني لفوق بالشكل اللي انت شايفه ده كده. اهم حاجه البار ينزل على صدري من تحت، صدري السفلي من تحت، وفي نفس الوقت كوعي يكون مضموم سن لجوه عشان خاطر ما تصابش في مفصل الكتف. خلصت 7 النص لفوق وخلصت 7 النص لتحت، ابدا اجيب 7 عدات كاملين بالشكل اللي انت شايفه ده كده. التمرين ده هياخد لي صدري في مكان تاني. هعمل التمرين دوت 3 مجموعات. يلا بينا ندخل على التمرين اللي بعد كده. هلعب تمرين للصدر العالي بالبار بالدمبل، هعمله بالشكل اللي انت شايفه ده كده. هبدا طبعا اطلع بالدمبل زي ما طلعت الطلعه الصحيحه، وابدا انزل بالشكل ده كده، كوعي يكون مضموم لجوه سنه والدمبل ينزل لتحت على البنش العلوي. هعمله بالشكل اللي انت شايفه ده كده. ده تمرين قوي جدا هيستهدف لي عضله الصدر العلويه بشكل كبير جدا. هحاول احافظ على العده السلبيه وانا نازل. هعمل التمرين دوت 3 مجموعات، كل مجموعه 12 عده. التمرين الثالث معايا في تمرينه الصدر هعمل تمرين الدفع على الجهاز بالشكل ده كده. اهم حاجه ارفع الكرسي لفوق عشان اجيب معايا زاويه البنش السفليه بشكل كبير، وابدا ادفع. اهم حاجه صدري وظهري كله يكون ثابت على الدكه بالمنظر ده كده، وابدا ادفع الوزن لقدام واستفاد بالعده السلبيه وانا نازل. هعمل التمرين ده 3 مجموعات في 12 عده بوزن مناسب اقدر اجيب بهم ال 12 عده حتى الفشل العضلي. في القناه يا ريت تعمل اشتراك حالا في القناه وتفعل زر التنبيهات عشان يجيلك كل حاجه جديده في وقتها. هدخل بقى على اخر تمرين معايا في تمرينه الشيست، تمرين الفراي التفتيح بالجهاز بالشكل ده كده. هروح على جهاز الفراشه وابدا اتمرن بالشكل ده كده. اخلي كوعي يبقى لفوق شويه وصدري لقدام وظهري مفرود، وابدا اجمع بالشكل اللي انت شايفه ده كده، اعمل تفتيح لعضله الصدر. التمرين ده قوي جدا هيوسع لي الصدر بشكل رهيب. هعمل التمرين ده 3 مجموعات، كل مجموعه 10 عدات. 10 عدات يا جماعه الفشل العضلي، يعني اعمل العده ال10 اعملها بالعافيه ما اقدرش اكمل تاني. واهم حاجه برضو احافظ على العده السلبيه وانا نازل بالشكل اللي انت شايفه ده كده، وابدا ادوس في الاوزان ما يهمنيش. بعد كده ادخل على اول تمرين في عضله الكتف. ده تمرين دفع بالبار السميث، هعمله بالشكل ده كده. التمرين ده بيشغل لي عضله الكتف الاماميه بشكل كبير جدا. هخلي كوعي مضموم سنه لقدام عشان خاطر يستهدف عضله الكتف الاماميه، وفي نفس الوقت يبقى الضغط على الكتف بشكل طبيعي، ما يبقاش فيه حمل كبير على الكتف ان يتصاب. تمام. هعمل التمرين ده كده 12 عده، هعمله 3 مجموعات بالشكل اللي شايفه ده كده، واحاول برضو احافظ على العده السلبيه بقدر الامكان. هدخل على التمرين الثالث، تمرين الدفع الجانبي. اجيب دكه واجيب وزن مناسب بالدمبل واعمل التمرين بالشكل اللي انت شايفه ده كده. اهم حاجه الدمبل ينزل كده جنب وداني بالشكل ده. ده تمرين بيشغل لي عضله الكتف الجانبيه وبيشغل لي برضو الكتف الامامي بشكل كويس جدا. هعمل التمرين ده 3 مجموعات، كل مجموعه 12 عده، واحاول ان احافظ على العده السلبيه وانا نازل عشان خاطر كتفي يبدا يتطور بشكل كبير جدا. اخر تمرين معايا في تمرينه الكتف تمرين الرفرفه الجانبي. ده طبعا تمرين قوي جدا محدش يقدر يقول غير كده، ومحدش يقدر يستغنى عنه في يوم الكتف. هعمل تمرين بالشكل ده كده بالتكنيك اللي انت شايفه بالشكل ده. احاول بقى، والتركايه هنا ان الوزن يكون طالع من كتفي، يكون طالع من كوعي مش من ايدي ولا من الساعد. الوزن يكون طالع من كوعي بالشكل ده كده، وابدا انزل بالراحه عشان كتفي يبدا يولع ويستفاد بقدر الامكان من كل تمرينه. هعمل التمرين ده 3 مجموعات، كل مجموعه 12 عده. بعد كده بقى هدخل في تمرين الترايسبس. هروح على جهاز الكابل كروس بشكل كده والعب مسطره من فوق. اهم حاجه كوعي يكون قدامي شكل احنا شايفينه ده كده، يكون في جنبي ويكون طالع لقدام سنه بسيطه عشان ابدا اركز على التراي. التمرين ده بيركز لي على عضله الترايسبس، العضله الكبيره بشكل كبير جدا. هعمله تمرينه سوبر. بعد ما اعمل التمرين ده كده 10 عدات، اروح اقلب ايديا بالشكل اللي انت شايفه ده كده، وابدا اعمل 10 عدات كمان. القبضه العدله يا جماعه بتشغل لي العضله الكبيره للتراي.
اما القبضه اللي ماسكها دلوقتي القبضه المقلوبه تشغل لي العضله الصغيره اللي تحت العضله الكبيره على طول للتراي. كده انا عملت تمرين سوبر كامله. كده انا عملت مجموعه 10 عدل و10 مقلوب، كده مجموعه. هكرر 3 مجموعات من التمرين ده، هياخد تراي في مكان تاني. اما بقى الشكل التاني اللي بعد كده هنزل الكيبو اللي تحت شويه في مستوى كتفي زي ما انت شفت كده، وابدا اتمرن بالشكل ده كده. ده حاجه شبه الدمبل الفرنساوي بس اعمله بالكابل او اعمله باستخدام الحبل. هضم كده لقدام وانا طالع بالوزن لفوق، ابدا افتح دراعي بالشكل ده كده. ده التمرين بيستهدف لعضله التراي سيبس الجانبيه بشكل كبير. العضله دي بيبقى شكلها جميل جدا وظريف كده في التيشيرت او حاجه، فابدا اهتم بيها بالشكل ده. اهم حاجه كوعي يكون ثابت ما يتحركش، اللي بيتحرك معايا الساعد، واتمرن بشكل شايفه. ده عامل التمرين ده 12 عدى كده. خلاص حلقه النهارده، اتمنى الحلقه عجبتك تكون عملت لايك للفيديو وتعمل سبسكرايب في القناه وتفعل زر التنبيهات عشان يجيلك باقي سلسله شهر رمضان ان شاء الله. تبقى فيديوهات قويه جدا وممتعه. كان معكم ميدو جابر، واشوفكم على خير، وكل عام وانتم بخير.